تخيل معايا إنك ماشي في طريق وقدامك هدف عظيم، بس الطريق ده مش سهل. في كمائن وفي عقبات. العقبات دي مش حبال ولا خنادق، العقبات دي أفكار. النهاردة مش هنتكلم عن الشيطان اللي بيخطف الناس خطف، لأ، هنتكلم عن الخطوات اللي بيمشي بيها بالملي عشان يوصلنا من طاعة لمعصية ومن يقين لشك. هنفتح ملف اسمه خطوات الشيطان، المصيدة النفسية. خطته مش إنك تنام مؤمن وتصحى كافر، لأ، خطته إنه ياخدك خطوة خطوة، والخطوة الأولى دايما هي الأخطر. الشيطان مش بيستخدم القوة، بيستخدم الاستدراج. ربنا قال في القرآن الكريم في سورة النور: بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان. ركز معايا كده على كلمة خطوات. ليه ما قالش لا تقعوا في معاصي الشيطان مثلا؟ لأن الوقوع في المعصية هو النتيجة مش الفعل اللي عايزه الشيطان في البداية. تخيل الواحد بيصلي وبيخاف ربنا، الشيطان مش هيجيله يقوله بطل صلاة، لأ، هيقوله ايه رأيك نصلي بسرعة شوية. لازم يعني التركيز ده كله؟ طيب مش لازم نصلي السنة النهاردة، كفاية الفرض. ما هي صلاة الظهر لسه في وقت، اعمل الشغل ده الأول وبعدين ابقى صلي. لحد ما يخليك تترك صلاة الجماعة مثلا وبعدين تترك الصلاة في وقتها، وبعد كده يخلي لك الصلاة حمل تقيل جدا. دي هي خطوات الشيطان. كل خطوة صغيرة، بس كل خطوة بتوصل للخطوة التانية. الخطوة الأعمق للشيطان مش في إيدك ولا في رجلك، هي في قلبك وعقلك. الشيطان دكتور نفسي خبيث. أول ما تفكر تعمل خير تلاقيه بيقولك هو ليه التعب ده كله؟ انت لسه صغير، أو خلاص يا عم انت كبرت بقى، في غيرك هيعمل، أو انت مش قد المسؤولية دي. زي مثلا ما بيعمل في الصدقة، تيجي تتصدق يقولك فلوسك قليلة الشهر ده، والفقير ده أكيد مش محتاج قوي، خليها معاك أحسن للزمن. ودي إشارة ربانية واضحة. ربنا قال في سورة البقرة: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. الشيطان بيوهمك بالفقر عشان يمنعك من الخير. تاني أخطر خطوة بعد ما تنجح وتعمل الخير، يجي يخرب النية بتاعتك. يقولك يا سلام، شوف الناس بتبص عليك ازاي وانت بتصلي بخشوع، أو طب ما تصور الخير اللي عملته ووريه للناس عشان يشجعوا غيرهم. وهي في الأساس ما بتبقاش نية تشجيع، هي نية مديح. في حديث مشهور قوي: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. الشيطان عارف إن العمل من غير نية سليمة ملهوش قيمة عند ربنا، فبيهاجم النية على طول. الشيطان كمان عنده أدوات مساعدة بيستخدمها عشان يسرع الخطوات دي. أهم أداتين هي الغضب والنميمة. الغضب ده مفتاح الشيطان. النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة اللي طلب بالنصيحة: لا تغضب، ورددها مرارا. الغضب بيطفي العقل. الشيطان بيستغل اللحظة اللي دمك فيها بيغلي وبيسرع الخطوات. الخطوة الأولى بتبقى استفزاز بسيط، كلمة مثلا من حد ضايقتك. الخطوة التانية الغضب بيبدأ، عقلك بيبتدي يختفي. الخطوة التالتة بيبقى الفعل المندفع، سواء طلاق، ضرب، سب وقذف، كسر شيء. بعد ما تهدى بتكتشف إن الشيطان مشي بيك كيلومترات في ثواني، وإنت اللي هتشيل نتيجة الخطوات دي. الخطة الشيطانية العظمى بقى هي إنه يفرق بين الناس عشان ما يعملوش قوة متحدة. يفرق بين الزوجين، بين الإخوات، بين الصحاب. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الشيطان قد يئس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، ولكن في التحريش بينهم. يعني خلاص الشيطان يئس إن الناس تسجد له مباشرة، لكن نجح في التحريش، يعني نجح إنه يولعها بين الناس ويزرع سوء الظن. طيب إحنا إزاي نقطع بقى الخطوات دي؟ هو في الأساس إحنا مش ضعاف، ربنا إدانا سلاح قوي جدا عشان نقطع بيه الخطوات دي في بدايتها.
أول ما تحس إن في فكرة بتشدك ناحية الكسل أو التأجيل أو الغضب، وقف تفكير على طول واسأل نفسك، هل هي دي خطوة من خطوات الشيطان؟ لو انت معاك بقى مفتاح الإجهاض لأي خطة شيطانية، هي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هي دي مش مجرد كلمة، هي دي كأنها زرار بيعمل ريست للوضع وبيفصلك عن تأثيره. ربنا قال في سورة الأعراف: بسم الله الرحمن الرحيم: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. ربنا ما قالش قاوم، قال فاستعذ. الجأ للقوة المطلقة عشان تواجه الضعف ده. إنما في حالة الغضب مثلا، اقطع الخطوات مباشرة بالوضوء أو تغيير وضعيتك. لو كنت واقف اقعد، لو كنت قاعد نام. ده بيشتت تركيز الشيطان وبيكسر موجة الغضب. خطوات الشيطان هي مش طريق مستقيم، دي سلسلة تدرجات نفسية. هو بيراهن على غفلتك، بيراهن إنك هتتعب وهتكسل تفتح عينك على نواياك. تذكر دائما إن أصعب خطوة هي أول خطوة في التوبة، لكن الأسهل هي أول خطوة في المعصية. يا رب اجعلنا من اللي بيتفكروا في كل خطوة بياخدوها في الحياة. عايز أقولك على حاجات كمان الشيطان بيعملها معانا يوميا، هي بتمثل برضو خطوات ليه. في محيط الأكل والشرب مثلا، لما نيجي لمبدأ الترف والتبذير، كتير مننا بيقع في الفخ ده من غير ما يحس. خطوات الشيطان بتبدأ بالرغبة. مثلا نقول لنفسنا: أنا تعبت النهاردة، أنا هطلب أكل جاهز من مطعم غالي مكافأة لنفسي. هو الحاجة دي مباحة أصلا في الأصل، ما فيهاش مشكلة، بس بتيجي الخطوة التانية اللي بعدها على طول، وهي التكرار. بعد ما كان ده استثناء مثلا بيحصل يوم في الشهر أو يوم في الأسبوع، بقى روتين. تقول لنفسك: مش لازم أطبخ، أنا ممكن أطلب أسرع وأريح. الخطوة التالتة بقى بتيجي التبذير. تبدأ ترمي باقي الأكل في الزبالة وتتعود على إن الفلوس بتيجي وبتتصرف بسهولة. وهنا بيحصل لك كسر لقيمة النعمة. أول ما تحس إنك بتبالغ في الطلبات أو هتطلب أكل كتير ومش هتاكله، وقت ما تبدأش الخطوة أصلا. خلي الاستثناء استثناء، والأساس هو شكر النعمة والحفاظ عليها. في خطوات كمان الشيطان بيعملها في محيط استخدام التكنولوجيا والوقت، من ناحية التسويف والانفصال. الإنترنت والسوشيال ميديا هي مصيدة خطوات حديثة. الشيطان هنا مش بيخليك تعمل حاجة وحشة مباشرة، بيخليك تعمل حاجة مباحة بس بتضيع وقتك. الخطوة الأولى بتاعته بتبقى التسويف. نويت تذاكر، نويت تقرأ قرآن مثلا، نويت تعمل شغل، الشيطان يقولك: افتح الموبايل 5 دقايق كده بس، اطمن على الأخبار وبعدين ابقى ابدأ. الخطوة التانية اللي بتيجي بعدها على طول هي خطوة الانجراف. ال5 دقايق بقوا نص ساعة، والسوشيال ميديا بتشدك من فيديو لفيديو. بتيجي الخطوة التالتة بعدها على طول وتكون الإحباط. ينتهي اليوم بدون ما تحقق هدفك الأصلي وتحس بإحباط شديد. وهنا الشيطان بيضرب عصفورين بحجر: ضيع وقتك وكمان أحبطك عشان ما تحاولش بكرة تاني. هنا السلاح إن يكون في عهد بينك وبين نفسك. قبل ما تمسك الموبايل حدد بالظبط: هفتح 5 دقايق عشان أرد على الرسالة دي مثلا. بس لو حسيت إن الخطوة بدأت تزيد، اقطع الاتصال فورا. في بقى أخطر خطوات الشيطان، إنك بعد ما تنجح في إنك تقطع خطوات الشيطان في المعاصي مثلا، بيجيلك في الطاعات. الخطوة الأولى بتكون الرضا عن العمل. الشيطان بيهمس في أذنك بيقول: يا سلام، انت صايم وقايم وانت أحسن من فلان اللي غرقان في الذنوب. الخطوة التانية اللي بتيجي بعدها على طول النظر للآخرين باحتقار. تبدأ تبص على الناس اللي مقصرة نظرة استعلاء، وتحس إن مكانتك عند ربنا أعلى بكتير. الخطوة التالتة بتيجي الكبر. هنا بقى بتضيع كل الطاعات اللي عملتها. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. خلاصة الخطوة دي
إن الشيطان بيحاول ينجيك من نار المعصية عشان يوقعك في نار الكبر اللي هي أخطر. الحل إنك أنت بعد ما تخلص صلاة أو صدقة أو صيام استغفر كتير. ده بيعلم قلبك إنك مهما عملت أنت مقصر، وإن الفضل كله لله، عشان ما تديش فرصة للشيطان يسيطر على نيتك. زي ما قلنا إن خطوات الشيطان مش طريق مستقيم خالص، دي سلسلة تدرجات نفسية. هو بيراهن على غفلتك دايما، بيراهن إنك هتتعب وهتكسل. اللهم يا من بيدك مفاتيح كل شيء، نعوذ بك من خطوات الشيطان وأتباعه، ونعوذ بك من نزغه وهمزه، ونعوذ بك من أن نضل أو نضل. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. يا رب لا تجعلنا ممن يستهينون بالخطوة الأولى، ونور بصائرنا لنرى حقيقة الأفكار قبل أن تصير أفعالا. اللهم طهر قلوبنا من الرياء والكبر، وثبت عزائمنا على طاعتك، واكفنا شر أنفسنا وشيطاننا، واختم لنا بخير.